السلام عليكم البنات، صحة فطوركم كي دايرين لاباس عليكم؟ إن شاء الله تكونوا كاع بالخير. اليوم جبت لكم صابلي جا ما شاء الله ولا أروع. نتمنى تجربوا هاد الوصفة البنات، جات ما شاء الله. قولوا بسم الله ونروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 250 غرام زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة تكون طرية. عندي كاس سكر كلاصي، نخلط الزبدة مع السكر مليح بهاد الطريقة كما راكم تشوفوا. هنا عندي 4 حبات صفار بيض، أنا استعملت غير الصفار. عندي رشة تاع الملح ما تنساوهاش، وعندي مغرف صغيرة نتاع فاني. نخلط الخليط نتاعي مليح كما راكم تشوفوا. أنا من بعد استعملت البادور باش نستغل الوقت زعما. استعملت الباطور وانتم ما عندكوش الباطور ما تستعملوش، ما كاش مشكل. تخلطوا غير بالفوي ولا بالسباتولا ما كاش مشكل. المهم تحصلوا على خليط يكون كريمي. خلطوا الزبدة والسكر والصفار البيض مليح. هنا انا استعملت الباطور باش نستغل الوقت بهاد الطريقة البنات. راكم تشوفوا الخليط نتاعي هو تخلط مليح. هنا نضيف الفرينة تدريجيا البنات باش ما تقسحليش العجينة. درت الكاس الأول بعد ندير الكاس الثاني بعد الثالث ونشوف. المهم ما تكونش العجينة قاصحة. هنا ندير مغرف صغيرة خميرة الحلوى. نستعمل يدي باش نتحكم في العجينة كما راكم تشوفوا. بهاد الطريقة نضيفوا الفرينة تدريجيا. لازم العجينة تكون عندنا طرية وما نعجنوش العجينة باش الصابلي ما يجيناش يابس. نلموا العجينة ما نعجنوهاش بهاد الطريقة. نروحوا بالفرينة غير تدريجيا كما قلت لكم البنات. نتمنى تجربوا هاد الوصفة، جات ما شاء الله، جا خفيف ولا أروع. جات العجينة ما شاء الله. انا ما استعملش المايزينا، درت غير صفار البيض. بهاد الطريقة البنات كما راكم تشوفوا العجينة جات ما شاء الله. دوكا نخليها ترتاح، نديرها في الورق الشفاف ونديرها في الثلاجة ترتاح واحد 10 دقايق باش نستعملها. كما راكم تشوفوا البنات العجينة بعد ما ارتاحت 10 دقايق في الثلاجة. انا نقسمها على 2 باش نستعملها. شوفوا جات ما شاء الله، يعني وصفة ناجحة 100%. هنا نفتح العجينة، ما تكونش رقيقة بزاف ما تكونش خشينة. نستعملوا غير البلاستيك، ما نديروش الفرينة باش ما تيبسناش العجينة. نستعملوا غير البلاستيك. نفتحوا العجينة كما راكم تشوفوا. استعملت طابع مربع، ولا بغيتي مدور دير مدور، بغيتي اي شكل عندك ديريه. انا استعملت الكاري بهذه الطريقه. هنا ندير حبه كومبلي وحبه نقسمها على 2. حبه نقسمها على 2 نتحصلوا على مثلث باش نزين به الصابلي نتاعي كما راكم تشوفوا. ها ما يكونش خشين ما يكونش رقيق، متوسط. هاد المثلثات اللي قسمتهم انا ما تصورت ليش. هذا الشكل الثاني درته مدور، يعني بعجينه وحده جوج انواع جاو ما شاء الله. ديري جوج انواع ولا 3 كما تبغي. والصابلي نتاعي هو واجد. ندخلو للفرن ما يديش الوقت، بواحد 10 دقائق ولا 5 دقائق نخرجه ان شاء الله. كما راكم تشوفوا الصابلي نتاعي هو طاب. دوكا نروحوا للتزيين ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات المثلثات انا نزينه بشويه سكر كلاصي. هنا المربى قسمته على 2 باش تحصلت على مثلث. بهذه الطريقه انا نزينه بالسكر كلاصي ونزين الصابلي تاعي. هنا عندي كاوكاو مهرمش وعندي معجون المشمش، يعني طريقه سهله والنتيجه ولا اروع. الشكل جا ما شاء الله، والبنه ما نحكيكلوش جا هشيش ولا اروع. هكا تنكمل كاع الكميه اللي عندي، يعني طريقه سهله البنات. جا في الشكل والمذاق ولا اروع. نتمنى تجربوا هاد الوصفه البنات، جات ما شاء الله. دوكا نروحو نحضروا الشكل الثاني البنات. هنا ذوبت الشيكولا، درت نواغ وشوكولا بالحليب، درت ميلونج. هنا نغطس الدوائر نتاوعي، هنا رشيتهم بشويه بيسطاج، بعد لصقتهم بالكونفيتير يكون الشكل نتاعنا الثاني واجد. شوفوا جاو ما شاء الله، لا في المنظر وفي المذاق جاو ما شاء الله البنات. نتمنى تجربوا الوصفه وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.